بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارحب بحضراتكم مرة تانية وكل سنة وأنتم طيبين. والمفترض إن إحنا بنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدًا لأي مدرس قرآن، إزاي في رمضان خلّي بالكم يا إخواننا هنا في حاجة اسمها paradox، يعني زي ما تقول إيه تعارض بين حاجتين. في رمضان أحيانًا المدرس اللي شغال، يعني المدرس أصلًا عنده طلاب ومِيَّة، مِيَّة وأموره تمام وعنده جدول، بيُفاجأ إن عدد الحصص اللي بيدّيها في رمضان بيكون أقل. ومع ذلك إحنا النهارده بنقول إن الناس اللي حتى مش شغالة، المفترض إن هي ممكن يكون رمضان بوابة أو بداية ليهم إن هم يدخلوا في موضوع تحفيظ القرآن الكريم للأجانب ولغير الأجانب. والنهارده إن شاء الله كلامنا هيكون شامل لأكتر من حاجة. رقم 1 لمدرس الأجانب اللي شغال أصلًا وعاوز يزوّد من جدوله، سواءً كان شغال لوحده أو شغال في أكاديمية أو شغال في أكاديمية أو شغال حتى في منصات عالمية زي ايتاك وبريبلي وهكذا. كلامنا هيكون شامل الشخص اللي مش شغال أصلًا، لسه ما اشتغلش وربنا ما كرموش لسه، إن شاء الله ربنا يكرمه يعني بشغل وكده، وحتى الست اللي عاوزة تبقى مدرسة قرآن أونلاين وهكذا. فإحنا كلامنا هيكون شامل لكل الحالات مش لحالة واحدة. خلاص؟ هنبدأ بأهم 3 أخطاء أنا عاوزك تتخلّص منهم، حاول تشيلهم من دماغك قبل ما نبدأ نتكلّم. قبل ما أبدأ أتكلّم معاك النهارده يا ريت يا حبذا إنّك تشيل الحاجات دي من دماغك، الأفكار السلبية دي من دماغك قبل ما نبدأ عشان اللقاء ده يفيدك. أول خطأ في الmindset في العقلية بتاعتنا، إن في بعض الناس بيظن إن الحصول على طالب لتحفيظه قرآن ده مهمة مستحيلة. ف أو بيفتكر إن يصعب جدًا، جدًا إن الإنسان يحصل على طالب أونلاين. فطبعًا ده بينعكس يا إخواننا على طريقة تعبير المدرسين، إنك بتلاقي مدرس يقول لك بعد إذنك حاولوا تشوفوا لي طالب، ونعدّي في طريقة أشبه، وأنا آسف في الكلمة، أشبه بإن هو يعني مش عايز أقول كلمة بس هو شيء شبيه فعلًا كإنه بيتسول، بعد إذنكم شوفوا لي طالب. هو عاوز يكون قاعد واخد بالك وحد يشوف له طالب. ليه بيعمل كده؟ لإنه في دماغه إنه يعني كأن الناس اللي بيجيبوا طلاب دول ناس جايين من كوكب آخر. في الحقيقة إن دي مهمة عادية جدًا وبتحصل كل يوم، وده أمر طبيعي أصلًا. أنت نفسك كولي أمر، لو أنت ولي أمر أو ولي أمرك لمّا يكون عاوز مدرس لابنه، بيدوّر في النت على مدرس أو بيدوّر في الواقع حوالينا على مدرس وبيجيب مدرس. فالموضوع ده موضوع طبيعي وبيحصل كل يوم، وهي علاقة أو صفقة يعني إيه تقدر تقول نوعية نفع متبادل ما بين الأشخاص. أنا باجيب لك ابني علشان تدرس له قرآن، وأنت بتدرس علشان تكسب، فأنا عاوز ابني يتعلم وأنت عاوز تكسب أو عاوز تملى جدولك وهكذا. فده أمر طبيعي بيحصل كل يوم. ولي الأمر اللي أنت بتدوّر عليه هو كمان وإحنا قاعدين دلوقتي بيدوّر عليك وبيحاول يلاقيك. فدي أول فكرة أتمنى إن ما تخلّيهاش في بالك علشان الأمور بالنسبة لك أو علشان تعرف تنفّذ الحاجات اللي إحنا هنقولها النهارده. تمام؟ ده رقم 1. رقم 2، وهم إن المُعلِّم اللي بييجي له طلاب هو المُعلِّم الجامد. فيقول لك ده أستاذ فلان ده ما شاء الله التجويد بتاعه رائع ومعاه القراءات ال10 والإنجليزي بتاعه مش عارف إيه. طبعًا أنا ما باتكلمش عليّا، معيش القراءات ال10، بس باتكلم يعني يقول لك ده فلان ده الإنجليزي بتاعه بيتكلم زي الأجانب ومش عارف وعنده إمكانيات كذا. الحقيقة يا أخوانا إن ده يعني إيه، ده تحط عليه إكس كبيرة كده أهو. الكلام ده غلط، مش بس غلط، ده غلط تمامًا. بل أحيانًا بنشوف في الواقع بتاعنا العكس. يعني أحيانًا اللي بينجح بتكون إمكانياته، مش أحيانًا، ده أنا عايز أقول إن الغالب في شتى مجالات الحياة، إن اللي بينجح ما بيكونش هو الأفضل. اللي بينجح بيكون فيه مواصفات تانية غير كونه الأفضل، ممكن يكون إمكانياته متواضعة ولكن ينجح. طب إيه السبب؟ إنه بيعرف يبيع نفسه كويس، إنه بيعرف يقدّم نفسه كويس، يقدّم عرض عمل كويس، يقدّم offer كويس للشخص اللي قدّامه. فلو أنت بتعرف تعمل إعلان، لو أنت بتعرف تسوّق لنفسك كويس، أنت مش بس حتى لو إمكانياتك متواضعة، أنت لو ما عندكش إمكانيات أصلًا، لو أنت أصلًا مش مدرس قرآن. يعني النهارده في لقائنا بتاع النهارده ده، ممكن بعض الناس اللي مش مدرسين قرآن أصلًا يعدّوا ويستفيدوا بيه ويجيبوا طلاب. طب أنا هاجيب طالب أعمل بيه إيه؟ أنا مش مدرس قرآن أصلًا. ممكن الطالب ده تشتغل كمتعهد أو إنك أنت تدّيه لغيرك مقابل فلوس. وفي ناس بتعمل كده، يعني في بعض الجروبات لو أنت دخلت على الفيسبوك ويقول لك مثلًا الطالب عندي ب50$ هاخد منك $50 وأجيب لك طالب.
طب انت بقى قعدت مع الطالب واقنعته، واول ما شافك قالك بس ده مدرس جامد وهيكمل معاك، ده شغلانتك انت على حسب امكانياتك وقدرتك على جذب الطالب. طب الطالب قعد معاك حصه وقالك لا مش عايز والسلام عليكم، ماليش دعوه، انا جبت لك الطالب واخدت فلوسي. فالمقصد ان ايجاد الطلاب، وعلشان كده يا اخوانا مثلا شركات تعليم القران، تحفيظ القران، الشركات دي لما بتعمل اعلانات ما بتقولش تعالى علشان اخليك تاخد مع استاذ علي. بالعكس، هو بيعمل اعلانات لو انت عاوز تعلم ابنك قران، اعلان كويس ومكتوب بشكل كويس، وهنعرف دلوقتي نعمل ده ازاي. تعالى. فبيجي هو للشركه، هو ما عندوش علم مين المدرس اللي هيدرس له. يعني مثلا في المنصات العالميه زي ايتاكي وبريبلي، وانا راجل شغال في ايتاكي، دي شغلانتي. ففي ايتاكي الطالب بيدخل بينقي المدرس اللي على مزاجه. كل مدرس مسجل فيديو، فانا والله المدرس احمد ده عجبني او المدرس محمد عجبني، بسمع الفيديو بتاعه، والله دخل دماغي اكتر، هدخل على البروفايل بتاعه واشوف الطلاب بيقولوا عليه، لقيت الناس بتقول عليه كويس، خلاص هحجز معاه. لكن في الشركات المحليه لا، الطالب بيجي عمياني، هو شاف اعلان ان الشركه دي بتوفر مدرسين، طب انا عايز مدرس يا اخوانا، طيب تعالى ادخل مع استاذ فلان. فهو جاي يحجز ومفيش مدرس اصلا، مفيش حد هو رايح له اصلا. فده بيدلك على انك مش لازم تكون مدرس كويس، ولا لازم تكون مدرس اصلا علشان تكتسب الطالب. الموضوع ده ان شاء الله يكون واضح. يبقى دي رقم 2 في العقليه غير الصحيحه. رقم 3، وهم النتائج السريعه. بالطبيعي انك انت لما بتعمل اعلان مش لازم النتيجه بتاعتك تيجي بعد الاعلان مباشره. انت عارف ان ساعات بيوصلني مثلا واحد مدرس يقول لي كاسئله، يعني يقول لي ايه، معلش انا قدمت في بريبلي وبقالي شهرين ما جانيش ولا طالب. طب ما حضرتك ده طبيعي. انت فاكر ايه سعادتك؟ المدرس اللي بيحط لنفسه مايل ستونز، يعني بيحط لنفسه ايه، انا خلاص انا اتقابلت في بريبلي يا رجاله باركولي، انا دلوقتي بقيت مدرس قران او بقيت مدرس عربي. غلط حضرتك. ولو انت فاكر ان منصه بريبلي مستنياك، او منصه ايتاكي مستنياك، او اي منصه عالميه مستنياك عشان تيجي تحل لها مشكله، فحضرتك فاهم الموضوع غلط. لا طبعا، في مدرسين ممكن يقعد سنه. الكلام ده يا اخوانا مش تاليف مني، الكلام ده اول ما اتقابلت في ايتاكي كانوا عملوا لنا محاضره، والمحاضره قالت كده بعض الطلاب علشان يجي لهم اول طلب درس ممكن يقعد في ايتاكي سنه. والكلام ده كان امتى؟ كان في عز ايتاكي، لما كان بقى ايامها كان الكورونا وكان كل الناس بيدرسوا اونلاين. ف يعني ساعتها ما كانش لسه في منصات كتير اونلاين، فحصلت الكورونا وايتاكي اصلا شغلها اونلاين بقاله فتره، فكانت في عزها، ومع ذلك في طلاب ما بيجي لهمش مدرسين، في معذره مدرسين ما بيجي لهمش طلاب. فده امر عادي. حاول تفكر في الموضوع كانك انت راجل صياد وبتعد المطلوب منك انت كمدرس قران، مش انك انت تكون خارق ولا انك انت تكون حاجه ما حصلتش. المطلوب منك تعد الشبكه بتاعتك كويس وترميها كويس وقول يا رب، جاء طالب النهارده تمام، جاء طالب بعد اسبوع تمام، جاء طالب بعد شهرين 3 تمام. ولكن ما اجيش اقول لك اخبار البروفايل بتاعك ايه على ايتاكي تقول لي والله ابص الاقي الفيديو بتاعك فيديو سيء، ابص الاقيك مش حاطط لنفسك، يعني مش حاطط تعريف بنفسك كويس، الطالب مش قادر يعرفك. ابص الاقيك مثلا طالب مبلغ كبير ما يتناسبش مع مدرس لسه بادئ. دي اخطاء بتعملها. ممكن واحد يعدي ويقول يا اخوانا كده وهو مكشر كده، انا والله يا مدرس لو انت ابنك يلا، لو انت ابنك عايز يحفظ قران ابعتهولي يلا سلام عليكم، وربنا يكرمه. صح ولا لا؟ ممكن صح. وممكن واحد يطلع ويقول حاجه كويسه ومش عارف ايه، وما حد ما يجيلوش طلاب كتير، ممكن. بس الطبيعي ان ربنا سبحانه وتعالى ربط الرزق باسباب، فانت خد بالاسباب وقول يا رب، وربنا سبحانه وتعالى هيكرمك. يبقى كده 3 حاجات. اتمنى قبل ما نبدا نتكلم اصلا عن موضوعنا النهارده، اتمنى المدرسين يشيلوهم من دماغهم. لا انت مطلوب منك تكون حاجه جامده، ولا الصفقه اللي بتحصل بين ولي الامر وبين المدرس حاجه مستحيله، ولا حتى طبعا النتائج بتيجي بسرعه. تمام. طيب المفترض بقى دلوقتي نقول هتجيب طلاب منين؟ مين يعرف يا اخوانا ويدينا بس فكره كده، فكره كده بسيطه على بقى على معهد الاضاءه، حد يفتح المايك ويقول لي ممكن اروح فين الاقي طلاب؟ انا بس عايز، انا بسال السؤال ده لهدف، هعدل بس الاضاءه اوجهها عليها شويه لغايه اما حد يقول لي الاجابه. أسأل سؤال؟ ممكن أسأل سؤال؟ اكيد طبعا ممكن، اتفضلي. أنا الفيديو بعمله إزاي؟ يعني اللغة العربية عادي، ولا لازم مثلا إنجليش؟ ولا يعني ممكن تفاصيل الفيديو أتكلم أقول فيه إيه؟ طيب تمام حاضر. الفيديو بنعمله ازاي؟ طبعا الفيديو بنعمله ازاي كفيديو، بنصوره ازاي وكده، ده محتاج فيديو ان شاء الله على يوتيوب نرفعه
ونتكلم عن الموضوع ده ان شاء الله يعني باسلوب افضل وكده. بتتكلمي بالعربي ولا بالانجليزي؟ ينفع ده وينفع ده، بس لو هتتكلمي عربي حطي الترجمه تحت علشان الطالب يشوفها. وانا ارجح انك تتكلمي انجليزي 90% من الفيديو علشان الطالب يعرف انك انت ممكن تتواصلي معاه، لان طلاب الطلاب بتوع مستوى A1 اغلب الطلاب مستواهم A1، وكل ما تعلي في المستوى كل ما عدد الطلاب يقل. فلو انت الانجليزي بتاعك كويس هيجي لك طلاب اكتر، ولكن لو انت مدرسه بتتكلمي باللغه العربيه بس فهيجي لك طلاب، ولكن بدايه من مستوى B1 واللي هو عدد طلاب اقل، ولكن برضه ممكن يجي لك طلاب. طيب حد يا اخوانا جاوب على السؤال؟ اتمنى لسه شويه معلش ما حدش بس يفتح المايك الا لو هيتكلم في الموضوع اللي انا هقول عليه. يعني الاسئله ممكن هنسيب لها ان شاء الله في الاخر وهكلمكم عليها باذن الله، بس لو حد يعرف ده اتفضل. ممكن عن طريق اعلان ممول فيسبوك او يوتيوب. رائع جدا، ممتاز جدا، ممتاز جدا. هنا عندنا حد في التعليقات، اتفضلي. على الفيسبوك اعلان على الفيسبوك او الانستا او اي سوشيال ميديا. ممتاز جدا. عندنا هنا في التعليقات استاذه ايات بتقول برضو مجموعات الجاليات وهكذا. رائع جدا. طيب انا كنت بسال السؤال ده لسبب، هو بصراحه تقدر تقول فخ. دي غلطه يا اخوانا من الغلطات اللي انا حابب. طبعا الغلطه مش في الناس اللي جاوبت الاسئله، اللي جاوب صح، ولكن الغلطه في السؤال نفسه اللي هي ايه، وهو ده اللي احنا بنشوفه اليومين دول، اللي هو المدرس بيقفز يعني على المرحله التاليه. لو احنا تخيلنا الموضوع بيمشي ازاي تقدر تقول ان هو زي سلم او ادوار. حته اجيب طالب منين دي مش المرحله الجايه. المرحله الحقيقيه اعمل اعلان حلو ازاي، اظهر نفسي للناس ازاي، اقدم نفسي وابيع نفسي ازاي للناس ببساطه جدا. اتمنى من الناس حبايبنا اللي فاتحين المايك يا اخوانا ساعدونا، المايك يتقفل بعد اذنكم. يعني انا ممكن ادخل على كل واحد واقفل بنفسي بس هاخد وقت، تمام؟ فاتمنى حبايبنا يساعدونا. لو انت المايك عندك مفتوح اقفله، لو انت الكاميرا مفتوحه اقفلها، وهكذا. طيب يبقى اذا الخطوه الجايه هي ببساطه زي ما استاذه اياد ماشي بتقول طريقه تسويق نفسي للناس. ممتاز جدا. اعمل عرض عمل او اهندس عرض عمل ازاي، هو ده المهم، وهو ده اللي انا عاوزك تحضر ورقه وقلم عشان تكتب ورايا، وهو ده الكلام الاساسي في كلامنا النهارده. هتلاقي طالب فين وكده دي اخر حاجه. احنا عندنا كلمه عاوز حضرتك تركز عليها جدا، اللي هو الثلاث حروف دول PDA. تمام؟ احنا دلوقتي في حته مهمه جدا، لو انت ما خرجتش النهارده غير بيها هتبقى من افضل ما يكون واكتر استفاده ممكن تستفيدها مني النهارده. وهي ايه؟ وازاي تهندس عرض العمل، ازاي تظبط عرض العمل. الكلام ده بيدرس لما تروح واحد ياخد مثلا كورس في الاعلانات، ممكن يدرسوا له الكلام ده. الكلام ده ملوش علاقه بالاعلان المدفوع، ليه علاقه باي عرض عمل في الدنيا. عارف انت الحج اللي بيبيع مش عارف ايه كده على قارعه الطريق، لازم المفترض يكون بيفكر بالشكل ده. هو بيعملها بشكل طبيعي، لكن احنا كده بناخدها بشكل علمي. المقصد ان اي حد انت عاوز تعرض نفسك علشان يقبل منك صفقه محتاج ده، سواء مجاني سواء بفلوس، سواء اونلاين سواء في الشارع، وهكذا. تمام؟ طيب اول حاجه كلمه بي معناها بيرسونا، اللي هي ايه؟ اللي هي قدرتك انت كراجل عايز تستهدف حد، فقدرتك انك انت تتخيل الشخصيه اللي انت رايح تعرض عليها نفسك، اللي انت رايح تعرض عليها امكانياتك، او انك انت كمدرس قرآن او كمدرس لغة عربية او كمدرس هندسة او كمدرس علوم. انا الشخصية اللي انا هستهدفها ازاي؟ انا واحد دلوقتي سيبنا خالص من التدريس خالص، انا واحد دلوقتي ببيع شنط حريمي، فالمفترض مين الشخصية اللي انا بستهدفها؟ تمام؟ الشنطه دي نفسها اللي انت بتبيعها ممكن تحدد لك الشخصيه. في شنط تمشي مع الاخوات المحجبات الكذا، وفي شنط تانية لا هتمشي مع الناس تانية او انواع تانية من الناس. فانت لازم يكون عندك تخيل انا رايح لمين، مين الشخصيه. ممكن اعلان بيستهدف الاطفال، انا ببيع لعبه اطفال، فانا غرضي من الاعلان ان لو العيل شاف اللعبه دي يمسك فابوه يقول له انا عايز لعبه ويعيط ويعمل له مشاكل لغايه اما الاب يضطر ان هو يشتريها. خلاص، فانا بستهدف هنا الطفل مش بستهدف الاب، وهكذا. يبقى رقم واحد انك انت الكلام ده هنفصله دلوقتي يا اخوانا، انك انت تعرف تتخيل. مثلا احنا هنا ضاربين مثال، مثلا مغترب قلق على الهويه، هنوضحه بعد شويه. ورقم 2 الديزاير،
حرف الدي بيشير لكلمه ديزاير اللي هو ايه؟ اللي هو الرغبه. هو الراجل ده عاوز ايه؟ الراجل ده نفسه في ايه؟ تمام. ورقم 3 حاجه اسمها الاويرنس اللي هو درجه الوعي بتاعه الزبون اللي انا هروح ابيع له، درجه وعيه بالمنتج بتاعي وبيا انا كواحد عندي المنتج ده. تمام. تعالوا نضرب مثال قبل ما نعدي على محضر كذا مثال منوع، بس تعالوا نضرب كده مثال سريع. انا دلوقتي واحد كمدرس، واحنا بنتكلم عن فتره رمضان، واحنا بنقول ان الناس في رمضان بتقبل بطبيعتها على القرآن. انت عارف ان في حاجه اسمها جوجل ترندز، اتمنى اكون فاكر الاسم صح. جوجل ترند دي منصه بتاعت جوجل بتبين لك الناس بتبحث عن ايه الكلمات اللي الناس بتبحث عنها. فانت ممكن تدخل كلمه معينه وتشوف هل الناس بتبحث عنها بكثره ولا مفيش عليها طلب. فبتلاحظ ان كلمه قرآن تيتشر في امريكا وفي بريطانيا بيزداد البحث عن الكلمه دي، قرآن تيتشر مدرس قرآن، بيزداد الكلمه عن البحث عن الكلمه دي تقريبا 3 اضعاف بدايه من شهر شعبان وانت ماشي لغايه اول اسبوع في رمضان. تمام. انا طبعا فتحت الموقع بنفسي وشفتها، لكن ما اقدرش اقول لكم انا يعني جيمناي ساعدني شويه في ان هو يستنتج النتيجه دي، بس انا بصيت عليها ولاحظت في ارتفاعات بتكون في شهر شعبان. ليه؟ لان بطبيعتنا احنا في رمضان بنقبل على القرآن. وانا كنت قلت لكم في بارادوكس نسيت اقول لكم عليها، ان فعلا مدرس القرآن نفسه اللي عنده حصص ممكن الناس الكلام ده هيساعدنا دلوقتي جدا على فكره، ده مكانه يمكن كويس ان انا ما كملتوش في الاول. ان ممكن واحد بيدي قرآن وعنده طلاب فعلا ويجي في رمضان تلاقيه الطالب معلش احنا اسفين والله هنروح نصلي التراويح فهنلغي النهارده، انا اسف معلش الولد تعبان شويه من الصيام فهنلغي النهارده، فيفاجئ ان هو ما بيشتغلش. المفترض ان هو يحقق في رمضان اكتر فيفاجئ ان هو ما بيشتغلش. فازاي احنا بنقول لا انت ممكن كمدرس قرآن تكتسب طلاب جدد اذا كان الطلاب القدامى اصلا اللي شغالين بيعطلوا مني؟ زي ما قلت لك البحث عن كلمة مدرس قرآن بتزداد من اول موسم رمضان. لما يعدي علينا موسم رمضان بيزداد الناس عايزة تدور على مدرس قرآن. طب ليه؟ هو محتاج يصلح زي ما احنا كلنا بنعمل. انا محتاج بقى اصلح علاقتي بالقرآن، انا كل السنة عمال بلخبط وكل عمال ان شاء الله ربنا يكرم واقرا قرآن وهكذا، وبيجي رمضان فرصة ليا ان انا استدرك كل اللي فاتني ده. فدي فرصه ليك انت كمدرس قرآن انك انت تقدر تدخل وتعمل عرض كويس. تمام. يبقى رقم 1 البيرسونا. تمام. احنا لما قلنا البيرسونا قلت لك دلوقتي ان الناس بتكون مشغوله في رمضان، هنعرف نعمل ده نوجه رساله للناس موافقه للبيرسونا او للشخصيه دي ازاي. قلنا الديزاير واحد عاوز الرغبه بتاعته نفسه يتعلم قرآن، واحد مسلم جديد البيرسونا ويقول انا عايز اقرا قرآن كاني زي اي مسلم تاني، الرغبه. واحد ولي امر اللي بقى ايه مغترب قلق على الهويه، عياله هو مسافر مغترب في امريكا واخد اسرته معاه وبيلاحظ ان الولد رايح مدرسه ولا بيسمع اذان ولا بيسمع قرآن ولا حد بيكلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول يا اخوانا يجي يكلم ابنه كده يقول له ده سيدنا ابو بكر، يلاقي الواد مش عارف يعني ايه سيدنا ابو بكر، مش عارفها. ايه هي الشهادتين؟ مش عارف. طب ما احنا يا ابني مسلمين، طب ده انا الحاجات دي كنت عارفها وانا في الحضانه. ايوه ما انت ابنك قاعد في حته ما فيش حد بيكلمه عن اي حاجه، ما بيسمعش صوت، ما بيشوفش، يعني ما بيشوفش حد بيفكره اصلا بربنا. فده طريقه تفكيره. انا نفسي، وطبعا هو بيكون مشغول وشغال مطحون طول اليوم، فنفسه حد يتولى ابنه. هو عايز يلاقي مدرس، خد يا عم درس له بقى كل حاجه، قرآن قريه، لغه عربيه، مش عارف ايه، فاهم، ظبط لي الدنيا كلها علشان انا ابني بيضيع مني. فاهم ازاي؟ فدي اسمها ايه؟ اسمها الديزاير، الرغبه بتاعته. وعندنا مدرسه بتقول لي هنا، انا مره سالت واحده، انا فعلا حصل معايا، حصلت في مصر، بقول لولد انت مسلم، كنت ساعتها في الجامعه وراجع في القطر يعني في القطر من بورسعيد راجع، فولد بقول له انت مسلم؟ فقال لي لا. انا اتحركت فلقيت ابوه بيزعق له ولا فبيقول له انت مش مسلم؟ فالواد خايف، يعني خايف يجاوب، مش عارف يقول ولا لا. قال لي يا ابني ما القرآن اللي بحفظه لك ده ايه؟ قال له النشيد. قال له النشيد ده بتاع مسلمين ولا مش بتاع مسلمين؟ فالواد كان مش عارف يقول ايه يعني. فالمقصد في ممكن طبعا تلاقي ناس ضايعه، وخصوصا بره في بلاد بره ما فيش حد بيكلمهم عن اي حاجه، ما بيسمعش حد، ما بيشوفش حد، رغم ان احنا في عصر الانترنت والامور دي اتسهلت المفترض. فانت بتخاطب ده. تمام.
طيب رقم 3 قبل ما نعدي عليهم بالتفصيل، موضوع ايه الاويرنس، الوعي يعني ايه؟ يعني ممكن واحد قاعد في بريطانيا او في امريكا، هو حاسس بالمشكله ونفسه حد يحفظه قران، او نفسه حد يعلمه، هو بيسمع الناس اللي بتقرا قران. يعني انا يا اخوانا دي حاجه واقعيه، وان شاء الله باذن الله هجيب لكم الشخص نفسه يحكي لكم القصه دي. هو واحد بدرس قران، راجل كبير، انا عرفته عن طريق يعني واحد صاحبي، هو اللي عرفه عليا واداله رقمي وكده. بيقول لي الراجل ده هو اللي عرفنا ان في حاجه اسمها تجويد. يعني هم الناس اللي في منطقته المسلمين، المجتمع المسلم، كانوا بيسمعوا الناس بتقرأ قرآن، بيسمعوا المشايخ، يعدي على النت يجيب مثلا الشيخ الحصري، الشيخ عبد الباسط، القراءة جميلة. فهو الناس بتفتكر ان دي طريقة معينة بنقرأ بيها وخلاص، هو ما يعرفش في حاجة اسمها احكام تجويد وكده. ان شاء الله انا كلمت يعني هو اسمه جميل، كلمته ان احنا هعمل معاه لقاء، هقابله كده ونسجل مع بعض، وهسيب لكم التسجيل ده ان شاء الله وننزله على اليوتيوب وكده. هو بيقول انا قاعد في تاكسي والراجل مشغل القرآن، او هو كان مشغل حاجة زي كده، يعني كان راكب مع حد زميله مسلم او حاجة زي كده. فقلت يا رب، يا رب اكرمني الاقي مدرس قرآن. ليه؟ هو مش عارف، هو عنده الناس دي بتقرأ ازاي، فهو ما عندوش وعي، هو نفسه يقرأ قرآن، عنده رغبة، بس درجة الوعي عنده، درجة الوعي يا اخوانا في الاعلانات او كده بتقسم ل5 درجات. فده ما عندوش وعي اصلا المشكلة دي ممكن تتحل ازاي، هو ما يعرفش دي ممكن تتحل ازاي. فده درجة انت ممكن تخاطبها، لما تخاطبه تقول له مثلا انت عارف ان في حاجه اسمها احكام وتلاوه، والمفترض لو قرات القران بشكل يخالف احكام التلاوه يبقى قراءتك غلط، وده ممكن ياثر على صلاتك، وتعالى. يبقى انا كده بوجه رساله لشخص عنده درجه الوعي عنده اللي هي اقل درجه، هو ما يعرفش الحل بتاعها ايه. مفهوم يا اخوانا الكلام ده؟ تمام. وفي طبعا عندنا واحد واعي، لا هو عارف ان في احكام تلاوه ومش عارف ايه، وعارف ان المفترض اقرا القران، بس انا مش عارف فين المدرسين. وفي واحد درجة وعي أكتر، لا أنا عارف مدرسين، وعارف إن في مثلا أكاديميات عالمية، وعارف إن في شركات، وعارف إن أنا ممكن لو دخلت على جوجل أجيب، بس مش عارف ألاقي. أنا عايز حد، أنا عايز حد أكون واثق فيه، أنا هديله ابني يحفظه، فعايز حد بيعرف. والولد عندي ساعات بيدخل واحد يقول لك والله أنا ابني عنده مرض كذا، فأنا عايز حد يتعامل مع ابني معاملة كويسة وهكذا. تمام. يبقى في درجات للوعي. خلاص كده، تعالى عشان طولنا في الشريحة دي نعدي بقى على كلام مفصل أكتر. طيب، اول بيرسونا انا اخترتها، طبعا انا مختار كذا بيرسونا عشان نضرب اكتر من مثال علشان تعرف تخاطب الناس ازاي. اتكلمت مع الناس كويس، ان شاء الله مع الوقت ومع التكرار ربنا هيكرمك بطلاب. فقال لك اول حاجه المغترب القلق على الهويه، زي ما احنا قلنا هو مسافر بقاله سنين، ابنه ابيض يا ورد ما يعرفش حاجه، طبعا بيروح حضانات، بيروح مدارس، ما عمره ما بيسمع عن حاجه ليها علاقه بايه، ليها علاقه بالاسلام او بالقران او بالسيره النبويه، الحاجات اللي احنا بناخدها هنا فور جرانتد، يعني بنفتكر ان هي طبيعيه. لا، في ناس عندهم الحاجات دي مش عارفينها. البيرسونا الثانيه اب مشغول، انا مشغول ومش فاضي، ان انا ممكن يكون هو نفسه مدرس قران، ممكن يكون احسن واحد بيقرا، بس هو مش فاضي لابنه، شغال طول اليوم. فانا عاوز، ومش عاوز بقى ايه مثلا الاقي واحد يقول لي خلاص ده في واحد في ولايه كاليفورنيا خد ابنك وديه مش عارف ساعتين كل يوم رايح وساعتين جاي، انا عايز حاجه تنجزني. تمام كده. وفي عندنا البيرسونا الثالثه لاخواتنا اللي بيحضروا معانا، اللي هي الام المشغوله. انت عارف ان في رمضان انا بعمل سحور وبعمل فطار وبصوم وبصحي وباكل وبلبس وبعمل والعيال بتروح المدارس، فما فيش فراغ ممكن عيالي يتعلموا. طب ما انا قاعده طول اليوم ما بعملش حاجه، فدي عاوزه برضو حد يحفظها قران. فقال لك تريد اتقان القران، ده البيرسونا بتاعتها، تريد اتقان القران الكريم، ولكن اعمال المنزل تضغط عليها، وهي نفسها في حد ينجزها. وانا بطبخ يا ست درسي لي، وانا بطبخ درسي لي ربع ساعه كل يوم، وهكذا. تمام. يبقى دي البيرسونا اللي ممكن، طبعا في طبعا اكتر من شخصيه ممكن، يعني لو انت قاعد كده مع نفسك وتفكر في انواع الاجانب، لا ممكن يكون عندك اكتر من شخصيه، وكل واحده ليها اكتر من درجه وعي واكتر من ديزاير، وتعمل رساله تناسب كل واحد. تمام. او تعمل اعلان يناسب كل واحد. يبقى اذا الكلام ده يا اخوانا غرضه ان ما حدش يدخل على الجروبات يقول معلش يا اخوانا لو حد يعرف طالب بعد اذنكم انا مش لاقي، انا حاول تكبر وتكبر، ما فيش حد عارفك ولا حد حاسس بيك ولا حد همه مشكلتك. ولو انت في مشكله فعلا واقع فيها، في ناس كتير جدا مش هتفكر اصلا تساعدك، زي الواقع بتاعنا، النت زي الواقع بتاعنا، ما فيش حد يا اخوانا عارف جاره ايه ظروفه. فانت ما تتخيلش ان حد يقول لك ايه
استاذ فلان انت مدرس قران ما شاء الله، لا تعالى ويبدا يديك. الكلام ده ما بيحصلش، ما فيش حاجه اسمها وانا ماشي كده في الشارع هخبط في حد يقول لي انت عارف لولا ان انا بس مستعجل عشان رايح ادور على مدرس قران كنت زماني ايه ده انا مدرس قران. الكلام ده ما بيحصلش. تمام. الكلام اللي بيحصل انك انت بتعدي على اماكن كمان كويس وبتخاطب ناس معينين بشكل محترف علشان يجي لك طالب وتعمل. الطريقه الثانيه او الطرق الثانيه اللي هي الطرق البدائيه ممكن تجيب لك طالب او اتنين، لكن عمرها ما هتبني لك كارير. عمرها ما هتبني لك كارير انك انت تكون عندك شغلانه ليها دخل بيوفر لك تقدر تعتمد عليه. تمام كده. طيب الوعي الديزاير او الديب ديزاير اللي هو ايه عايزين ايه. فقال لك الراجل المغترب بيقول لك اريد ابني يفتخر بدينه ويصلي بي اماما. انت ممكن تعملها كاعلان. انت ابنك اللي انت شايفه مش عارف ايه ده ممكن يصلي بيكم في رمضان، ممكن هو اللي يصلي بيك التراويح في يوم من الايام. تمام. الاب المشغول انت ممكن توجه له رساله تقول له ان رمضان ممكن شهر انك انت تستغله لتحفيظ القران وهكذا، وانا هعمل لك زي مثلا كامب او مخيم، والمخيم ده هدرس لك فيه منهج رمضاني. ابنك هيعرف يقرا اهم 10 سور في القران من سوره الناس لسوره الفيل بالاضافه لسوره الفاتحه، وهيعرف يعني ازاي يصلي. تمام. انا عندي برنامج اسمه كذا. فطبعا لو حد شاء طب ما ده مش هيعلمني، ده هيعلمني قران، ده هيتولى لي الولد في موضوع رمضان وموضوع الصلاه وموضوع الوضوء. طب ما ده ممتاز جدا. تمام. الام المنشغله اللي هي ايه بتقول طب ما انا نفسي برضو ابقى زي ولادي، ما هم بيحفظوا، طب انا نفسي احفظ، نفسي حد ياخد باله مني وهكذا. تمام. طيب الوعي اللي هو ايه اين يقف ولي الامر، والافضل هنا ان احنا نقول في الشريحه دي اين يقف الشخصيه او البيرسونا المستهدفه. الشخص المستهدف اللي انا عاوز اروح له مش بس ولي الامر، ممكن اكون مستهدف ولي الامر نفسه، ممكن اكون مستهدف ابنه، مستهدف وهكذا. تمام. يبقى الشخص اللي هيجي ياخد عندي فينه دلوقتي. فقال لك هنا عندنا المستوى الغير واعي. خلاص. لك يا ابني انا بودي ابني بيروح كده في المسجد بيدوهم كلمتين كل اسبوع والدنيا تمام. او مستوى واعي وعارف ان احنا هنا الولد ما بيتعلمش وانا نفسي اعلم ابني القرآن وكده، بس مش عارف اجيب مدرس منين. او مستوى واعي بالحل ويقارن، يبقى ده عارف منصات كتير ويدخل على جوجل وعارف فلان وعلان، بس نفسه يختار مين الافضل، هو بس محتار. فمثلا الشخصيه الثالثه دي اللي هو الواعي ده، انت لما بتعمل له اعلان ما بتقولوش عايز ابنك يحفظ قران، لا انت بتحاول تديله سبب ان هو يختارك انت. ليه؟ لان انت بتستهدف ناس واعيين. في بعض المجتمعات يا اخوانا بره بيكون مجتمع اسلامي الناس عارفه وكويسين، وبتلاقي في ناس بتجي لك يقول لك انا ابني خاتم المصحف انا عايزك بس تراجع معاه. فانت ده مش هتيجي تقول له ايه، مش هتيجي توجه له نفس الرساله اللي بتوجهها للشخص الاولاني. لا ده انت الراجل ده انت عاوز تثبت له انك انت مدرس جامد، وان ابنك لو غلط غلطه هعرف اصححها له، لو سال سؤال هعرف اجاوبه عنه. فكل رساله من شخص لشخص بتختلف على حسب هو واقف فين. ان شاء الله يكون الكلام ده واضح. يبقى اذا دورك توعيه الاول. خلي بالك لازم كمسلمين نقرا القران كويس، ولازم على الاقل اكون بعرف اقرا الفاتحه كويس عشان الصلاه تبقى صحيحه. وابنك ده مسؤوليتك ان هتسال منه قصاد ربنا هتتسال عنه قصاد ربنا سبحانه وتعالى. جذب الثاني اللي هو الواعي بس مش قادر، هو مش ما يعرفش يروح فين، فاقول له انا بدرس قران مش انت عايز مدرس قران. والثالث ايه اقناعه بعرضك المميز او بقدرتك المميزه على التدريس، انك انت افضل من غيرك، افضل من غيري سواء في اسعاري ان في مواعيدي ان انا اقدر اديك مواعيد فليكسيبل، وسواء بقى في امكانياتي. تمام. طيب هنا احنا عندنا طبعا ده تصميم كده، يعني ان شاء الله احاول اظبطه اكتر وانزله لكم مكتوب بالعربي وبالانجليزي، ممكن تستفيدوا منه او تحاولوا تزودوا عليه وتظبطوه اكتر وكده وانت بتستهدف طلابك. هنا مثلا نص اعلان يستهدف الولد المشغول، قول له ايه جدول عملك مزدحم بيمنعك من متابعه حفظ ابنك للقران، انا بتفهم ضيق وقتك وعشان كده صممت لك الحل. احنا عندنا برنامج اسمه المتابع الشخصي، معلم متخصص هتولى ابنك وهيديك تقارير اسبوعيه هتجيلك على الواتساب. ايه رايك في الكلام الرائع ده؟ الراجل يعني الواد الدنيا هتشتغل وانا بس هيجي لي تقرير الواد حفظ سوره كذا، الواد عمل كذا، فاهم ازاي؟ فهو ينبسط. طب ما انت كده حليت لي المشكله، انا مشغول، واحد هيقوم بالشغلانه
وفي نفس الوقت انا هكون متابع ابني عن طريق رسائل واتساب، يعني مش هضطر ان انا كل شويه ابعت له واساله، فاهم ازاي؟ فانت كده وتقول له انا عندي مواعيد مرنه تناسبك، وعندي ان شاء الله نتائج باذن الله مضمونه. طبعا انا بما ان احنا يعني ناس مدرسين قران، مش هنعدي نضحك على الناس، مش هنعدي نقول للناس كلام مستحيل يحصل. خليك واقعي واوعد الناس بحاجات انت بامكانياتك تقدر انك انت تنفذها، وعندك استشاره مجانيه وكلام الكلام الجميل ده. يبقى انا كده هنا بخاطب مين؟ بخاطب الوالد المشغول، البيرسونا رقم ايه؟ رقم 2. هي مكتوبه هنا ليه رقم 2؟ احنا عندنا واحده ولا ايه؟ عندنا الخائف على الهويه ولا؟ طيب ماشي، لخبطنا شويه. البيرسونا رقم 1 اللي خايف على الهويه، هنقول ايه؟ انت حاسس بالغربه وانت في بلد غير مسلم، وخايف ابنك يكبر بعيد عن لغه القران، بعيدا عن قراءه القران واجواء شهر رمضان. طيب خلي بالك، القلق ده لا تجعل هذا القلق يفسد عليك فرحه الشهر. انضم معنا في المخيم الرمضاني. يبقى انت حاسس بغربه، لا احنا عاملين مخيم، والمخيم ده اسمه قران وهويه. طبعا الكلام اكليشيه شويه، زي ما قلت لكم محتاج تظبيط اكتر يعني. واول حصه تجريبيه هتكون مجانيه وهكذا. يبقى انا كده بخاطب البيرسونا رقم 2، بحاول الاقي لها حلول واوري له ان انا انسب واحد ان هو يقبلني. عندنا البيرسونا رقم 3، ان شاء الله الاسئله طبعا هنجاوب في الاخر باذن الله. ايه اللي هو الام المنشغله؟ ممكن نقول لها رمضان شهر العباده، وطبعا زي ما انتم شايفين كده صيغه الاعلان، شغل البيت ما بينتهيش، ولكن برضو قلبك في النهايه محتاج القران، وانا هديكي برنامج 20 دقيقه رمضاني يومين 3 في الاسبوع وهكذا. انا كده ملاحظ ان انا عملت ايه يا اخوانا؟ انا حددت البيرسونيه وعرفت هي نفسها في ايه، وفي نفس الوقت عرفت درجه الوعي بمشكلتها، درجه الوعي بطريقه الحل، درجه الوعي بيا انا كواحد بقدم له الحل. زي ما قلنا، واحد مش عارف حل المشكله، واحد عارف يعني عارف الحل بس ما يعرفش يعمله ازاي، او واحد عارف ازاي بس هو عنده اكتر من خيار، فانت عايز تقنعه يختارك انت. تمام كده؟ الكلام ده يا اخوانا بالمناسبه بيتدرس في كورسات بتاعت اعلانات محترمه يعني، وممكن كمان ما تلاقيهوش بالايه بالطريقه اللي احنا قلناها. فعشان كده اتمنى يكون الناس كتبت واخد بالها احنا بنعمل ايه. طيب اخر حاجه بقى، ازاي نلاقي الطلاب؟ ازاي نلاقي الطلاب؟ فاحنا عندنا طرق مجانيه. طبعا الكلام ده انا متاكد ان في ناس من حضراتكم يعرفوه اكتر مني. عندنا مجتمعات زي ما بعض اخواننا قال من شويه في الفيسبوك، بتدور على مجتمعات مثلا المسلمين في امريكا وهكذا، وتحاول تدخل. هنا زي ما انت شايف الكلمه المهمه جدا دي، ما تدخلش مباشره وتعمل اعلان. ادخل كانك عضو في الجروب، وابدا انشر منشورات عن حفظ القران وكلام زي كده، واخطاء شائعه في حفظ القران. وانا مره واحد من طلابي عمل مش عارف مشكله كذا، او كان بينطق كذا غلط، فعرفتها له بالشكل الفلاني، علشان الناس اللي في الجروب تعرفك ويثقوا فيك. ولو وثقوا فيك هيبدا يقول لك طب ما تعلم ابني وهكذا. يعني مش لازم شكل الاعلان هو ايه، تعالى وانا. ممكن الموضوع يبدا بالراحه، انت بتبني حاجه لقدام، انت مش جاي تخطف حد وتجري. زي ما قلنا الموضوع ده اللي بياخده كانه ماراثون، كانه نفس طويل، في الاخر بينتهي بيه الامر. هو يعني كون قاعده كويسه من الطلاب، وممكن كمان يدي الطلاب لناس غيره. اما اللي داخل يجري، انا ولو سمحتوا ادوني طالب انا الطريقه دي يا اخوانا عايزين نبطلها بقى. يعني اذا كان الاجانب بيوصلوا لنا المنتجات بتاعتهم بشكل محترف، المنتجات بتاعت الدنيا دي بتوصل لنا بشكل محترف، فاحنا ربنا كرمنا ان احنا عندنا حاجه افضل من كل حاجه في الدنيا. احنا عندنا القران، وعندنا اللغه العربيه، وعندنا الاسلاميات، وعندنا الثقافه العربيه، فالمفترض نقدمها برضو بشكل محترف. تمام. طبعا تحسين محركات البحث، لو احنا قلنا ان في حد عنده هيعمل اعلان او عايز يدور، حد يعرف يدور عليه. لو انا عندي صفحه فيسبوك، او عندي مثلا قناه على يوتيوب او كده، احاول في حاجه اسمها تحسين محركات البحث، انك تعرف اليوتيوب ان انا راجل بتاع كذا، فلو حد بيبحث عن كذا تقترح لي الصفحه بتاعتي. وطبعا هنا كنز الاحالات. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي طلاب، فبقول له والله خلي بكلم ولي الامر بقول له على فكره انا عندي وقت، ولو حد عندك من قرايبك عاوز مدرس قرآن وكده. طبعا مش لازم تعملها بالشكل ده، ممكن اكتر من شكل. ممكن من ضمن الاشكال الجميله الرائعه اللي انا عن نفسي ناوي اعملها في رمضان ده، ومش بغرض او مش بالضروره بغرض، الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد انا شغال يعني، بس اقصد ايه؟ ان ممكن اعرف ناس اكتر على القرآن، ان ندي، ودي انا عملتها قبل كده بالمناسبه، ادي جلسات قرآن مجانيه. يعني في مسلمين، عدد كبير من المسلمين نفسه في ده، فهو خايف انه يرتبط، يجي يقول لك تعالى
درس لي قرآن، فكده انا لازم احضر كل يوم، وانا خايف من نفسي احسن ما ارتبطش، احسن ما التزمش. فاقول والله انا خلاص احنا عاملين مقرأة بيحضرها طلاب كتير بقى، تعالى وهنصحح مع بعض قرآن وهكذا، ونبدأ نقرأ الناس وكده هيعرفوني. اقل حاجة لو حد طالب مدرس قرآن كان عامل مقرأة وخده رقمه وهكذا، خلاص كده. فاحنا عندنا هنا اكتر من طريقة، من ضمنها انك تقدم حصص مجانية. تمام. طيب بعد كده التواجد الرقمي، انك يكون عندك انت صفحة على الفيسبوك كمدرس قرآن للأجانب، او ان يكون عندك قناة على يوتيوب. وطبعا قناة يوتيوب دي مش سهلة قوي بصراحة، محتاجة شغل كتير، بس ممكن قناة فيسبوك تعرف انك انت تنزل عليها معلومات عن القرآن، معلومات عن التجويد، تعمل فيديو قصير جدا وانت بتشرح قاعدة من قواعد التجويد وهكذا. الكلام ده يا اخوانا طبعا نافع لكل حاجة. هدف طلاب في الخليج، مش لازم طلاب اجانب، ممكن تعمله بالعربي وهكذا. تمام كده. فاخيرا او اخر حاجة عندنا بقى اللي هي ايه؟ الطرق المدفوعة. لو انت عندك قدرة تعمل كده، تعمل حملة إعلانية. وطبعا انا عايز اقول ان للاسف انا عارف ان بعض مدرسين القرآن ممكن يقول طيب اشوف شركة اعلانات. انا عايز اقول ان يا اخوانا شركات الاعلانات صعب جدا تلاقي شركة كويسة وتعالى وانا هجيب لك وهستهدف لك، وفي الاخر تلاقي ان الراجل هو زيه زيك، بس كل ما هنالك ان هو ايه؟ بيعرف يعدي ويعمل اعلان يعني بس، لكن ما فيش نتائج او ما فيش عنده استراتيجية معينة يجيب بيها طلاب او كده. فحاول لو انت هتعمل اعلانات وتدفع فلوس، تكون واثق من الشركة اللي انت رايح لها. دور شوية، اتعب، حتى لو هيفوتك موسم رمضان وتقضي الوقت ده في التدوير بس على شركة كويسة موثوقة تعرف تجيب لك نتائج، فده يبقى كويس جدا جدا جدا. طب لقيت حلو، ما لقيتش وعايز تخاطر وتشوف شركة عشوائية ارتاح لها قلبك وكده ماشي، عاوز توقف خالص وتاخد كورس اعلانات علشان تعرف ازاي تستهدف، عشان دي فلوس هتدفع. فلازم تكون عارف حاطط لنفسك رينج معين، وعارف الرينج ده ممكن يجيب لك ايه وكده. فبرضه ممكن تستنى وتعمل ده وتاخد كورس اعلانات ان شاء الله. يمكن يعني يكون عندنا قريبا ان شاء الله يعني حاجه شبيهه بكده. ممكن الله اعلم هتكون تبع كورس المعلم الطليق، ولا هتعمل كشكل منفصل ككورس منفصل للمدرسين ازاي تسوق لنفسك كمدرس باذن الله عز وجل. طيب احنا كده يعتبر ايه؟ خلصنا ونقدر نلخص كله، فنقول ان خريطه الطريق بتاعت رمضان ايه؟ صحح العقليه بتاعتك، شيل حته ايه انا لازم اكون مدرس جامد، لازم اكون مش عارف ما حصلتش علشان يجي له طلاب. لا عادي جدا، ربنا سبحانه وتعالى بيرزق كل الناس. زي ما احنا عندنا مدرسين مش قد كده وربنا كرمهم وبيشتغلوا، زي ما عندنا دكاتره مش قد كده وربنا كرمهم وبيشتغلوا، زي ما اي مدرس فينا ممكن يدخل المجال ومع الوقت يحسن من نفسه. انا بقولش طبعا علم الناس غلط، ولا بقول انك انت تفتي، انا بقول انك انت ممكن يكون عندك امكانيه بس تحط رجلك وانت شغال تتعلم. تمام. فاقصد ان مش لازم يكون واحد جامد، لو واحد بيعرف يقدم نفسه كويس هيجي له طلاب اكتر. عمليا انا ما بتكلمش يعني ان ده اللي هيحصل، لكن يعني نظريا كده انا بقدر اظهر نفسي قصاد الناس، فالناس ما تعرفش انا جوايا ايه، ما تعرفش المعلومات. انت عارف الامام الشافعي رحمه الله، وهو الامام الشافعي بيقول يعني علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن اكبرا، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. يعني إيه؟ يعني كان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. يعني اللي يشوفني يبص على هدومي ما يعرفش أنا مين. تمام. لكن الجلابية اللي مش قد كده دي اللي ممكن ما تكونش عاجباك قوي، جواها الإمام الشافعي اللي هو كان الأئمة والعلماء بيروحوا يتعلموا منه. تمام. فممكن انا اروح ابص على الراجل اللي جنبه لمجرد ان هو لابس عمه ومش عارف ايه، اروح اساله واسيب الشافعي ما اسالوش، لان الناس يعني بتقنع نفسها بالمنظر اللي هي شايفاه. فممكن واحد ما يكونش جامد بس يعمل اعلان كويس ومنسق وربنا يكرمه ويشتغل، ومش بس يشتغل ده يكون عنده طلاب كتير فيبدا يوزع على زمايله. وممكن واحد تاني جامد جدا بس مش عارف يجتذب الزبون ازاي، فتلاقيه واقف محلك سر. خلاص. رقم 2، صمم العرض بتاعك كويس عن طريق الحاجه اللي احنا قلناها البي دي اي، اللي هي ايه؟ اللي هي البيرسونا، اللي هو الشخصيه، الديزاير الرغبه، والاويرنس درجه وعي الانسان بالمشكله بتاعته وطريقه حلها. وابدا ببلش، ابدا النشر، فعل الطرق المجانيه،
طبعًا الطرق المجانية يا اخوانا في ناس بتجيب طلاب مجانا، بيعدي بقى الفرق بين الطرق المجانية والطرق المدفوعة زي الفرق بين انك لما تكون رايح مشوار ماشي على رجلك، وواحد تاني رايح مشوار راكب عربية. اللي راكب العربية المفترض نظريا بيوصل أسرع، واللي ماشي يعني على رجله بيتعب وبياخد فترة على ما يوصل، بس برضه ممكن يوصل. فلو انت معكش فلوس تعمل اعلانات عادي جدا، او خايف تخاطر تعمل، ممكن يكون واحد معاه فلوس بيقول لك انا ما بعرفش، عادي دور وكده وربنا سبحانه وتعالى يكرمك. يبقى زي ما قلنا الرزق موجود لكل الناس، ونسعى كلنا وربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يرزق الجميع، وابدأ من النهارده وهكذا.